هلا، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير وصحة وعافية. يا رب رمضان مبارك عليكم، وان شاء الله ربي يوفقنا بصيامه وقيامه ويجعلنا من المغفورين لهم بهذا الشهر الكريم، ويوفقنا بقيام ليلة القدر ومن عتقاء هذا الشهر وهذه الليلة المباركة. آمين يا رب العالمين. طبعا صار شهر كامل تقريبا أنا ما منزلة فيديو، نفسيتي تعبانة متحطمة يعني. كل يعني من مرض المرض. ابني الصغير تمرض، وقع 10 أيام تقريبا. أني يعني يتعالج وراها ابني الوسطاني، وراها أني في الشهر هذا، ما أعرف شلون يعني، كلش تعبت بيه. فابني الصغير هاي مثل ما تشوفون نمت بيه مستشفى، اضطريت انام بيه مستشفى يومين، يلا طلعوني. التهابات قوية من 4 أيام مسخن، ما أعرف شنو السالفة يعني، أبد ما تنزل السخونة. يعني نعطيه مسكنات، نعطيه خافض حرارة، نعطيه أبد السخونة ما تنزل. من وديته المستشفى قال لي الدكتور هذا لازم ينام مستشفى، التهابات قوية عنده، التهاب مجاري بولية كلش قوية عنده. رمل، ويعني كلش حالته تعبانة، يعني لازم تنامين بمستشفى. فاضطريت انام بمستشفى يومين. والحمد لله ورا ما طلع هم كتب له على علاج راح نشتريناه من البرة، لحد ما شوية تحسن. مثل ما تشوفون ألداء له هي بالمستشفى، جبت له اللي يسموه هذا الدومنة حتى يلتهي بيها. هم بنية مثل حالته خطية بالمستشفى كانت بايته وياه، وجبت له الآيباد وجبت له حتى يلتهي شوية، لأنه يعني يومين هم وقت طويل، وطفل وشوية حتى إلهي وقت ما هو قاعد. ورا ما طلعناه من المستشفى حبيت أفرحه شوية وأغير له جو، لأن طلع خطية. أول شي افترينا بالسيارة، بعدين حبيت أسوي له مفاجأة وأفرحه شوية بيه وغير له جو المستشفى الكئيب. فوت هنا يم الفقمة. تعرفون الفقمة اللي صاير يم زيونة، يم مول زيونة. هاي مثل ما تشوفون صورت لكم الكيك اللي عندهم، المعجنات اللي عندهم دونات، عندهم قوالب قطع كيك، وعندهم هاي قوالب أرخص شي على 35، سعرها 35 ألف، والقطع الفوق على 3.5. أي شي، أي قطعة على 3.5. فحمزة وقيصر طلبوا رادوا موطة آيس كريم، وأنا طلبت قهوة وكيك. وهنا بعد ما اختاروا الأطعام اللي تعجبهم راح نروح نقعد يجيبون الطلب ليمنا. طبعا هم اكو مكان قاعدة حلوة، حديقة عندهم برا، بس خفنا على حموزة ليبرد، قلنا خلنا نقعد جوا. هذا المنيو مالتهم، ومنيو الحلويات الفخمة، وهاي الأسعار، وإجانا الطلب مالتنا. هاي الكاسات مال آيس كريم سعرها 5000 دينار. اكو حجم أصغر بعد، يمكن 3، ما أعرف بيش، يمكن 3، بس اختارينا هذه الكاسة ال5. وهالفنجان قهوة، وياها يقدمون قطعة شوكولاتة سعره 2.5. وهذا هو. لهنا كانت طلعتنا شوية خفيفة وسريعة، لأنه بعدنا نريد نرجع للبيت نرتاح. بالنسبة إلي كانت الأسعار حلوة ومناسبة، وقعدة هادئة، وعجبتني القعدة البرة أكثر. يعني واحد يجي يطلب شي هنا ويقعد شوية يغير جو. هنا حموزة دا يقولكم أوكي الوضع تمام وراح نطلع للبيت. وهاي المكان أنا قلت لكم حديقة، وهي مو حديقة ترى متوهمة، أنا متوهمة. هي مكان قاعدة حلو برا، نفه يعني، مكان هيجي مفتوح. وهنا راح أودعكم
يمكن هذا آخر فيديو راح أنزله، أو أنزل الله أعلم إلى شعار آخر. وهنا أنا والدتي الله يحفظها ومرت أخويا جايين على مود يطمنون على حمزة، وزيارة جونا زيارة. وهاي أنا كنت مسوية كيك، وهنا خليت لها نص الكيكة، خليت لها مسحة نوتيلا مع إضافة جوز. طبعا هي بالعجين هم جوز كان يعني ضايفت لها، و... وهذا هو. ف صراحة يمكن أعتقد 90% ما راح أنزل شي مثل ما قلت لكم برمضان فيديو، لأنه التصوير يراد له خلق، والتصوير والمونتاج. وأحس أني شو مالي، ما أحس مالي نفسية، مالي واهس. أحس أريد ألتهي، أريد ألتهي بالصلاة، ألتهي يعني واحد يلتهي برمضان، يعني رمضان مرة واحدة يجي بالسنة، فما أريد ألتهي بشي يعني مو ضروري. وأحب أختم الفيديو بالدعاء، أدعو لكم وإن والأمة محمد بالخير والعافية، يكون شهر خير وعافية وصحة، ويا ربي يا ربي بهذا الشهر الفضيل أنه يقضي حوائجنا وحوائجكم، ويغفر لنا ويغفر لكم، ويقضي ديننا ودينكم، ويجعل هذا الشهر المريض رب العالمين يا رب يشفيه، واللي محتاج رب العالمين يرزقه من واسع فضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.